السلام عليكم. أنا اسمي أحمد وأنتوا بتسمعوا بودكاست قصص ميز. Four Buckets for second level. Go ahead with the first deal. Edward 182-2949 Los Diaz. أهلا بيكم في الحلقة رقم 14 من الموسم الجديد من قصص ميز. حلقة النهاردة فيها أحداث غامضة ومأساوية، واسم الحلقة الفتى داخل الصندوق. ومن غير ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. في يوم 25 فبراير سنة 1957 عثر على جثة طفل في صندوق في مكان خاص للتخلص من النفايات قريب من طريق اسمه طريق بوري في فيلادلفيا. عمر الطفل كان بيقدر ما بين 4 ل6 سنوات، ووزنه حوالي 15 كيلو، وما كانش طويل جدا. تم العثور عليه عاري وكان متغطي ببطانية، وكان شعر الطفل مقصوص وجسده مغسول، وكان فيه ندوب صغيرة في عدة أماكن من جسمه، من ضمنها دقنه ورجليه الشمال. وتم العثور على الجثة لأول مرة من شاب كان بيمشي في المنطقة المهجورة دي، ولسبب ما بعد ما الشاب لقى جثة الطفل فقرر إنه ما يبلغش لمدة يوم كامل. وبعد التحقيقات اتبين إن كان في حد تاني لقى الطفل، ولكنه ما اتصلش بالشرطة وقرر إنه ما يورطش نفسه. وبسبب الطقس البارد في الوقت ده من السنة والاتصال المتأخر من الشخص اللي لقى الجثة، فالطب الشرعي ما كانش قادر يحدد الميعاد اللي توفى فيه الطفل. وعلى أمل تحديد هويته، الشرطة حفظت جثمان الطفل في المشرحة. وبعد وصول الكتير من الزوار من أكتر من 10 ولايات في محاولة تحديد هوية الطفل عن طريق البحث عن أي علامات مميزة في جسمه، ما قدروش يوصلوا لأي حاجة جديدة. الشرطة بعتت آلاف المنشورات بتحمل صورة الطفل لمراكز الشرطة ومكاتب البريد والمحاكم في جميع أنحاء البلد، ولكن ده ما أداش لاكتشاف هويته برضه. الشرطة قارنت آثار قدميه بسجلات المستشفى في المنطقة، وخدوا بصمات صوابعه، ولكنه ما تمش العثور على أي سجل بيثبت وجود الطفل ده. الجثة لما لقوها كانت جوه صندوق، وبعد تحقيق الشرطة في موقع الجريمة لقوا الدليل كان جاي من الصندوق نفسه، لما لقوا رقم متسلسل موجود على الصندوق من بره. وبعد تحديد الشحنة وتتبع المحققين ليها، اكتشفوا إنها جاية من محل على بعد 30 كيلو متر، وإنه كان من المفروض إن الصندوق ده مشحون فيه سرير للأطفال. والمحل بعد ما طلع السجلات بتاعته كان موضح إنه شحن أكتر من 12 صندوق من الصناديق دي، ولكن جميع الناس اللي اشتروا الصناديق دي كانوا دفعوا فلوس نقدا من غير ما يسيبوا أي سجلات وراهم. وبعد الشرطة ما حطت طلب في الصحف إن الناس اللي اشتروا من المحل ده يتواصلوا معاهم، ففي حوالي 8 من المشترين قروا القصة وتواصلوا مع الشرطة وقالوا لهم إن هم لسه مازالوا محتفظين بالصناديق بتاعتهم. وبعد التحقيقات المستمرة والبحث عن المشترين ما كانش فيه أي نتيجة جديدة. بعد كده تم فحص البطانية اللي كانت موجودة مع الطفل من قبل معهد فيلادلفيا للنسيج، واللي اعتقد إن البطانية ممكن تكون اتصنعت في كندا أو في ولاية نورث كارولاينا، ولأن تم تصنيع الآلاف منها فما كانش في طريقة إنهم يوصلوا بشكل محدد للمكان اللي جات منه. وبرضه دليل البطانية موصلش لأي نتيجة جديدة. ولكن في المكان اللي لقوا فيه الجثة وعلى بعد أمتار قليلة من الصندوق، لقوا طاقية لونها أزرق مصنوعة من شركة اسمها إيجل هاتن كومباني مرمية في الأرض. وبعد التحقيق والوصول لمصنعة الطاقية، كانت ست اسمها هانا روبنز موجودة في جنوب فيلادلفيا. وبعد التحقيق معاها اتذكرت الست إن الراجل اللي اشترى منها الطاقية كان راجل أشقر وبيتراوح عمره من 26 ل 30 سنة، ودفع تمنها كاش، وإنها ما شافتوش مرة تانية. وبعد محاولات الشرطة للوصول لصاحب الطاقية ففشلوا، وأصبحت هوية الطفل المجهولة واحدة من أكتر الأسرار غموضا عند الناس، وبدأوا يعرفوه باسم الفتى داخل الصندوق.
وبدأت النظريات. النظرية الأولى بتيجي من خبير الطب الشرعي ريمينجتون بريستو، واللي بحث في القضية لأكتر من 36 سنة. بريستو جمع مقتطفات من الصحف اللي بتتكلم عن الولد، وسافر لولاية أريزونا وتكساس عشان يدور على معلومات جديدة، لدرجة إنه عمل قناع لوجه الطفل كان بياخده معاه في كل مكان أملا في الوصول لهويته. وبيعتقد بريستو إن الطفل مات بشكل عرضي، وإن حلاقة شعره وضوافره المقصوصة كانت بتدل إنه كان بيتم الاعتناء بيه بشكل جيد. وكان بيقول إن ممكن عيلة الطفل مرضيوش يعترفوا إن ده ابنهم عشان محدش يتهمهم بالقتل. وبعد التحقيقات الكتير جدا من بريستو ما وصلش لأي حاجة جديدة، وفي النهاية مات في سنة 1993 من غير ما يوصل لهوية الطفل اللي حيرت الناس كلها في الوقت ده. وفضلت هوية الطفل داخل الصندوق واحدة من الألغاز الضخمة اللي محدش عارف يوصل لها في التاريخ الأمريكي. ومرت السنين ولحد يوم 8 ديسمبر سنة 2022 أعلنت مفوضية الشرطة في ولاية فيلادلفيا دانيال أوتلاو عن تحقيق نجاح في القضية، وقالت إن الطفل اللي عثر عليه ميت في سنة 1957 كان جوزيف أغسطس زارييلي. وقالت إن الناس ما نسيوش قصة الطفل ده لحد دلوقتي. وشرحت في خلال المؤتمر إنهم كشفوا عن هوية جوزيف بعد تطور الأبحاث الجينية، وإنه تم رفع عينة من حمضه النووي لقواعد البيانات الجينية، واللي أدى المحققين للعثور على أقارب للطفل من جهة الأم. وبعد البحث في سجلات الولادة تم التعرف على والدته، وتم الكشف إن والدته عندها 3 أطفال تانيين. وتبين إن جوزيف اتولد في 13 يناير سنة 1953، وده معناه إنه كان عنده 4 سنين لما عثروا على جثته. ورفضوا إن هما يعلنوا أسماء العيلة أو اسم والدته أو أشقائه احتراما ليهم، ورفضوا يعلنوا عن أي حد مشتبه فيه في قتل الطفل. وقال إن هما لحد دلوقتي بيدوروا في القضية وبيدوروا عن مين ممكن يكون قتله. قصة الطفل ده سرت مشاعر ناس كتير جدا، ومحدش يعرف ليه ممكن واحد يقتل طفل عنده 4 سنين ويرمي جثته بالمنظر البشع ده، ولكننا لحد دلوقتي ما نعرفش بالظبط ايه اللي حصل لجوزيف. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. فلو عجبتكم ما تنسوش تعملوا فولو وريت للبودكاست اللي هتلاقوه على أبل بودكاست، بوديو، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، وأي مكان تاني بتسمعوا فيه بودكاست. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. سلام.